يا صباح الهنا، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهارده يا بنات هشارك معاكم كيك شوكولاته مرتفع خفيف هش وبيدوب في البق ذوبان ب3 حبات من البيض بس، وفي الخلاط مش هنحتاج اي ادوات كهرباء غير الخلاط العادي اللي موجود في كل البيوت. هقولك على كل اسرار نجاح الكيك اللي هيكون ناجح معاكي، حتى لو دي اول مره بتعملي كيك او بتعملي كيك وبيفشل منك لاي سبب من الاسباب، فتاكدي ان المقادير بتاعه النهارده مظبوطه بنسبه 100%. وهقولك على اسرار انا متاكده انك اول مره هتسمعيها. لو اول مره بقى فعلا بتشوفوني انا رنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تشتركوا في القناه، وما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. في شفشق الخلاط هحتاج ل3 حبات من البيض وبحرارة الغرفة. بنبه يا بنات البيض يكون بحرارة الغرفة، ما يكونش من التلاجة. نص معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او البودر. معلقة كبيرة من الخل الابيض العادي اللي موجود في كل البيوت. بنفس الكوباية اللي انتوا شايفينها دي قدامكم، كوباية الا ربع من الزيت، وخلي بالك ان الزيت ما يكونش فيه اي روايح. كوباية ونص من السكر العادي اللي موجود في كل البيوت. هضرب بقى المكونات دي مع بعضها كويس قوي لمده دقيقتين او 3، يا دوب بس السكر كده يدوب واللون يفتح زي ما انتوا شايفين. هركن بقى شفشق الخلاط ده على جنب، وهحضر المكونات الجافه، وهتكون عباره عن 2.5 كوبايات من الدقيق او الطحين بنفس الكوبايه يا بنات. دي كوبايه الشاي او المج بتاع الشاي المتوسط، حجمه 250 مللي، اللي هو بنفس الكوبايه او الاكواب المعياريه اللي هي 250 مللي، لو عندك اكواب معياريه ولا حاجه وعايزه تستخدميها. كمان نزلت بمعلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. 1.5 معلقة كبار من المعالق اللي احنا بناكل بيها كاكاو خام. انا مستخدمه هنا كاكاو خام اللي لونه فاتح. بصراحه بحب استخدمه لان اللون الغامق الموجود عندنا غامق قوي. ذره ملح صغيره بين صوابعك بس كده، وهبدا انخل المكونات الجافه دي. يبقى هنا لازم المكونات تكون منخولة لحظة ما احنا بنعمل الكيك يا بنات، وكمان كل حاجة تكون بحرارة الغرفة. يعني يا بنات البيض ما ينفعش نخرج البيض من التلاجة ونستخدمه، اكبر غلط. خليه تقريبا بره التلاجة بحوالي ساعتين ولا حاجة قبل الاستخدام. اقلب بقى المكونات الجافة دي مع بعضها، وهنزل عليها بالخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط كويس جدا لمدة دقيقتين 3 بس مش اكتر. معايا هنا كوباية من الحليب او من اللبن دافية يا بنات، مش سخنة ومش باردة، دافية زي دمع العين كده. يعني لو كان في التلاجة حطيه على النار يا دوب يدفى، او حتى لو بره التلاجة ومش دافي دفيه شوية على النار لمدة يعني ثواني بس. انا عايزة الحليب يكون دافي، ودي من اهم اسرار نجاح الكيك يا بنات. لو برضو الحليب او اللبن ده مخرجاه من التلاجة فطبعا الكيك هيفشل. هنا المضرب بتاعي حالته المنتهية، حالته الصحية صعبة بصراحة، عايزة اشتري واحد تاني فبيفصل مني دايما كده. هقلب بقى الخليط ده كله كده على بعضه كويس بالمضرب اليدوي لمدة بس يا دوب انا عايزة المكونات تدخل كده مع بعضها، وما يكونش فيه اي تكتلات او اي حبيبات. يعني ما تقلبيش كتير، يا دوب المكونات كده تتجانس مع بعضها وتمام قوي. وقفي. خليط الكيك يا بنات الناجح حتى لو ما انتش معايره بيكون ترفعي بايديكي كده بتلاقيه يعلم وبعد كده يتوه. يعني لاحظي القوام عامل قدامك ازاي يعلم وبعد كده بتلاقيه تساوى. لو لقيتيه اتقل من كده زوديه معلقتين من الحليب. ممكن مثلا تكوني مش ظابطه ايدك قوي، مثلا زودت سنه دقيق، زودت سنه كاكاو كده يعني. فالقوام لو لقيتوه تقيل عن كده زوديه معلقتين من الحليب كمان. طب لو لقيتوه خفيف عن كده، مثلا انت استخدمت حاجه غلط او عملت حاجه في المقادير مش مظبوطه، لقيتوه خفيف زوديه معلقه من الدقيق، لقيتوه تقيل زودوه معلقتين من الحليب. يعني ده معاكي وده معاكي. لكن لو انت اتبعتي المعايير او المقادير اللي انا عملتها بالظبط، صدقيني هيبقى مظبوط 100%. معايا هنا صينيه يا بنات مقاس 26، دهنتها كده بالزيت، ولو عندك سمنه تدهنيها بالسمنه الجوانب والقاع. وبعد كده يعني نص معلقه بس من الدقيق او من الطحين بنخلها كده، وببدا ان انا ابطن الصينيه بالدقيق. في ناس ممكن تسأل ليه التركه دي؟ ده يا بنات علشان يعني ما بيخليش الكيك يلزق في الصينيه، بيبقى سهل قوي ان انت تخرجيه، وكمان بيدي لون حلو للكيك من تحت على فكره. يعني بلفها كده اكتر من مره عشان ابطن الصينيه، واي زوايد بقى بتخلص منها خارج الصينيه. في الوقت ده يا بنات انا مشغله الفرن يسخن على فكره. هنزل بقى بالخليط بتاع الكيك. شايفين يا بنات القوام عامل ازاي؟
بتلاقوا الكيك بيعلم وفي نفس الوقت بعد كده يتساوى. ده الخليط المظبوط 100% للكيك. فزي ما قلت لكم لو لقيتوه اتقل من كده زودوه معلقتين من الحليب، ولو لقيتوه خفيف عن كده زودوه معلقه من الدقيق. يعني انت كلك نظر، بس حاولي على قد ما تقدري ان انت تمشي على المقادير اللي انا قلتها، فهيكون مظبوط معاكي يعني 100%. وهقول تاني الكوبايه يا بنات اللي انا مستخدماها دي الكوبايه اللي هي 250 مللي، اللي هي بنفس الكوبايه المعياريه 250 مللي. او لو بقى محدش عنده اكواب معياريه فدي الكوبايه الحجم المتوسط بتاعه الشاي بتاعتنا عادي. خبطت الصينيه خبطتين كده على الرخامه وبدخلها الفرن. بخلي الشبكه يعني عارفين نص الفرن، لا في المستوى اللي اقل من النص. بطفي من فوق وبهدي من تحت وبسيبها 30 دقيقه بالظبط، مش بفتح عليها يعني نص ساعه. بتلاقيها بقى النص ساعة اخدت الجوانب، اخدت كده لون حلو. بنشغل الشواية تاخد لون كمان حلو من فوق. الشواية على فكرة بتشتغل لمدة دقيقة دقيقتين، يعني ما تشغليش الشواية وتمشي، لا خليكي جنب الصينية. وبتاخدي احلى كيك يا بنات. مدة التسوية في الفرن من 30 ل 35 دقيقة. المهم تتابعيها وما تفتحيش الفرن عليها قبل نص ساعة يا بنات. مستحيل تهبط منك، كيك خفيف وهش وبيدوب في البق ذوبان. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناة واعملوا مشاركة للفيديو عشان يوصل عدد كبير من الناس. اتمنى السعادة والتوفيق للجميع، وان شاء الله نلتقي في فيديو اخر جديد ينول اعجابكم. بسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.